ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متاسف جدا ان انا اتاخرت عليكم في تنزيل فيديوهات. كان عندي بقى امتحانات، لسه مخلص امتحانات وشهاده اعداديه وكده، فقطعت فجاه. بس النهارده هنشوف ازاي نعمل كان، اللي هي الكان اللي قدامكم دي، وهنشوف بقى ازاي نعملها بالتفاصيل، التفاصيل بقى والحركات بقى والحبشتكنات بتاعتنا. حلو. ويلا بقى نخش في الفيديو عشان ما اطولش عليكم في المقدمه. ويلا بينا بقى، متنساش بقى اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. طيب بصوا بقى. اول حاجه احنا هنبدا بيها، احنا هنشوف ازاي هنعمل ال الكان نفسها، يعني هنشوف ازاي نعمل الجزء الخارجي دوت، ونشوف ازاي برضو هنعمل الجزء اللي فوق ده. حلو. اللي هو الجزء دوت. وممكن برضو بالمرة نعمل الغطا، بس في الغطا لو هنا لاحظتوا في كلمة V7 ديت هنسيبها في الآخر خالص. تمام. يلا بينا. بصوا بقى، عشان نعمل الكان ديت انت، بس قبل ما ابدا كل شويه بنسى ان انا. طيب كنت بشغل بس اللي هو الماوس عشان تشوف انا بعمل ايه. طيب بصوا بقى، اولا عشان نعمل الكان اللي هي الشيب الخارجي، فطبعا بتدوس شيفت A، وبتبدا ان انت تروح عند السلندر. حلو. وبتطلع فوق كده، وبتيجي على كده في النص. حلو. طيب بس احنا عايزين تيجي هنا عند الايمج visibility او opacity بالشكل ده. تمام كده زي الفل. طيب دوس بقى تاب، او مش لازم تاب، يعني دوس اس شيفت زد، وتبدأ ان انت ترفعها بالشكل ده، تطلع بيها لفوق، وتدوس الت زد عشان تبقى زي ما تقول كده اكس راي يعني. وبتنزل تحت لحد هنا. تعالوا بقى بص، ننزل تحت هنا كده، وننزل ممكن لحد هنا، وندوس اي، ونعمل كده، وندوس اي بالشكل ده. حلو. وجوه بقى ندوس اي تاني، ونطلع دي لفوق كده بالشكل ده. حلو. وممكن او كده، ندوس اي ونطلع فوق، ونعمل ده كده، ونطلع لفوق كده، وتدوس اتنين عشان تروح للإيدج مود، وتعمل سيلكت هنا وهنا وهنا، كنترول بي. طبعا عشان ما تلاقيش لغوظت منك كده فبتدوس سي. حلو. تلاقي عملت معاك كده على طول، بس انا مش عايزها تبقى كده اوي، يعني ممكن بس سيكا كده مثلا. حلو. طيب وشيد سموث، شفتوا السهولة؟ حاجة سهلة. مادام انت في قناة بلندد ات، كل حاجة عندك سهلة وبسيطة. يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب. طيب بصوا بقى، هنقوم جايين هنا جي زد، ونطلع بيها لفوق. وممكن الجزء ده يعني كده مثلا. طبعا الجزء اللي فوق لازم نعمله زي الجزء اللي تحت، كده مثلا. حلو. ده كده الجزء اللي تحت، بس مش عارف ليه حاسس ان ممكن نطلع دي لفوق كده مثلا. كده بقى شكلها احسن. طيب في الحتة ديت بتكون بارزة كده، تعالوا بتكون يعني فاهمين، بتكون ندوس اي. ايوه بتكون عاملة كده بالظبط. حلو. حلو. طيب فوق بقى احنا بنشيل الجزء اللي فوق ده، شيله خالص خالص خالص، وبتروح عند الموديفاير وتروح سوليديفاي. بس احنا مش عايزينه يعني نعمل سوليديفاي جامد يعني، ممكن مثلا يعني كده، يعني يكون في شوية سمك. فاهمين؟ طيب ما تدوسش ابلاي دلوقتي، وتيجي فوق الت زد، وممكن ننزل دي تحت شوية هنا كده مثلا، وتدوس اي، وتطلع لفوق، وتعمل كده بالشكل ده. بس كده الكان اللي بره خلص، فاضل بقى نعمل الجزء اللي فوق. طيب بصوا،
الجزء اللي فوق. طيب بص، انت الجزء اللي فوق هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، عشان لو احنا عملناه في الفيديو الفيديو هيبقى طويل جدا، فمش عايز الفيديو يطول عليكم قوي. حلو. فهنعمل الغط هنعمل هديلكم دوت تحت في الديسكريبشن، وهنعمل الغطا. حلو. طيب بص بقى، هنقوم دايسين اس هنا كده، واس كده نظبطها بس على قده، وننزل بيه لتحت هنا كده مثلا. حلو. الجزء دوت ما بيكونش جامد كده، احنا ممكن نطلع بيه لفوق، ومثلا نخليه كده. ايوه كده بالظبط، كده بالشكل ده. ممكن طبعا نظبط التوب بالشكل ده. وتجيبها يمين شوية، ممكن تخليها كبيرة شوية وتنزلها لتحت شوية. حلو. ممكن الجزء دوت تقوم منزله لتحت شوية بالشكل ده. حلو. ودوت ممكن ان انت تنزل بيه كده بالشكل ده. كده مثلا. تمام كده ظبطنا. احنا ممكن نعمل كده شوية بس كده. كده تمام، كده اتظبطت. طيب بس كده. كده تمام. طيب بص بقى، احنا دوت عاوزين نحط له سب ديفيجن. بس بص، عشان لو عملنا سب ديفيجن الحاجات هتبوظ. فانت بكل بساطة هتقوم جاي هنا، تدوس ان او تدوس على السهم اللي جنب هنا، بتدوس ايتم، وتعمل سيلكت على الايدج دوت، وتدوس مين كيرس بالشكل ده. وهنا برضو مين كيرس بالشكل ده، وتنزل تحت هنا برضو. او ماشي، ممكن هنا. هنا احنا ممكن نعمل سوليديفاي كده دلوقتي كده مثلا بالشكل ده. حلو. وطبعا الجزء اللي تحت دوت مش محتاجينه، بس انا دوت عايز اعمله كده عشان ما تبقاش بايظه. والجزء ده كده تمام بس كده. حلو كده، احنا عملناه بكل بساطه. نقدر نشغل ده تاني بس كده. كده باظ. ممكن ندوس كنترول ار وننزل ده لتحت، او مش مشكله، ممكن ننزل ده تحتيه وهنا بالشكل ده مثلا. ونقوم مزودين طبعا السب ديفيجن بس كده. تمام كده الكنزاية معانا خلص. تعالوا بقى نعمل الغطا. طبعا الصورة ديت هو الغطا مش يعني مش تخين كده او مش كبير كده، فاحنا هنعمله بكل بساطة. بس نصغر ده شوية، ننزله تحت هنا بس. حلو. ممكن هنا. احنا عايزين بس هو الجزء دوت اللي يبان بس كده. تمام كده مظبوط. طيب بص بقى، الغطا عشان نعمله هو كده كده الغطا سهل. انت بس هتدوس شيفت A وتجيب سلندر. حلو. وتطلع بيه لفوق لحد هنا كده مثلا، وتدوس اس زد وتخليه رفيع كده.
حلو. طيب بص بقى، هتنزل بيه لتحت لحد هنا كده. حلو. وتقوم دايس اس شيفت زد، تطلع لفوق وتخليه في النص بالظبط. حلو. طيب تقوم تطلع هنا مثلا كده لفوق وتدوس تاب 2 وتدوس كنترول بي، وتخلي لو عمل معاك الحركة دي فانت بترجع تاني وتدوس كنترول A سكيل وتدوس كنترول بي تلاقيه عمل معاك. بس عايزين نعمل له كيرف كده خفيف، والجزء دوت برضو نعمل له كيرف كده خفيف. وطبعا الجزء ده هنعمل له اي ونشيله خالص. حلو. وممكن كده كده وننزل بيه لتحت بالشكل ده كده الغطا. شيد سموث، ممكن نجيب له ساوند ديفيجن بس كده. ده كده الغطا بتاعنا. دي كده ازازة V7 جاهزة معانا بكل حاجة، بكل بساطة، بكل سهولة. طبعا لسه ما خلصتش، يعني لسه بقى هنعمل الماتيريالز ونحط الغلاف لسه يعني، بس دوت جزء بسيط. بس الجزء دوت عايز اظبطه، مش عايز يتظبط بس كده. طيب ممكن هي كده كده الغطا بيكون رفيع من فوق، فهو كده كده اما هيترفع فهيبقى مظبوط يعني. تمام. تعالوا مثلا نحط دوت مثلا لون، هو كده كده هيبقى لونه بلاستيك فهنخليه ازرق بس كده كحاجة بدائية. ونخلي دوت جلوسي. الجزء ده مش مظبوط، عايزين نظبطه وننزل بيه لتحت. كنترول بي، نعمل بس كيرف خفيف قوي بس. هو ده. او شوف انت ممكن يعني ايه الشكل اللي احسن، بس انا بالنسبة لي كده احسن. كده تمام. طيب الغطا في حاجة نسيت اعملها، ان هو بيكون في لفة كده في النص. تعالوا مثلا اوريها لكم. يعني لو جينا مثلا نبص هنا هتلاقوا فيه كده يعني في حاجة بارزة كده في النص بتاع الغطا، فتعالوا نعملها هنا كده. فهتدوس كنترول ار، تيجي هنا في النص تعمل تو كاتس و اس زد وتخليها كده، ورقم 3 الت اي وتعملها بالشكل ده بس. كده احنا عملنا ازازة في كولا، بس يعني لسه ما خلصناهاش كده حاجة بس كده ايه يعني بسيطة. لسه بقى نحط الماتيريالز بقى والحركات. تعالوا مثلا نوريكم هنعمل ايه. لسه بقى نحط المية، ولسه هنحط حتى اللوجو لسه يعني. فما تنساش بقى تتابع الجزء التاني عشان تشوف ازاي هنوصل للنتيجة النهائية اللي هي دي. النتيجة النهائية اللي هي دي. لسه بقى شوف ازاي بقى نحط الماتيريال بتاع البلاستيك واللوجو والغلاف والحركات بقى والحبشتكنات بتاعتنا والقطرات المياه دي اللي هي بتخليها كده تحس ان انت ايه هتموت وتشرب واحدة. حلو. بس دوت كان نهاية الفيديو. فما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان نكمل في الفيديوهات. وبس كده، كان معاكم يوسف من قناة بلندد ات، وسلام.